يلا بينا نعمل احلى كنافة بطريقة جديدة وسهلة خالص. نص كيلو كنافة كنت حاطاه في الفريزر عشان اعرف افرفته. تقدري تفرفتيه بايدك كويس طالما كان محطوط في الفريزر، او ان انت ممكن تضربيه في الكب اسهل. هنضربه شوية، مش عايزينها تبقى ناعمة قوي، متبقاش زي التراب كده، لازم يبقى فيها قطع زي كده بالظبط. وهاجي في قلاية كبيرة احط معلقة سمنة كبيرة، يا سلام لو بلدي او زبدة بلدي، وانزل عليها بالكنافة وافضل اقلب فيها على النار لحد ما تبدأ تاخد لون. وبعد كده احط عليها 3 معالق سكر بودرة، 3 معالق كبار، بيديها لون حلو وبيخلي طعمها سكرها مظبوط، لان احنا في الوصفة دي مش هنسيها شربات. كده اللون بقى تمام، كلها لونها ذهبي زي بعضها، بتبقى مقرمشة جدا جدا الكنافة اللي بتتحمر على النار دي. هقسم المقدار ده نصين، هعمل نص باللوتس وهعمل نص بالنوتيلا. هنزل عليه بمعلقة عسل ابيض كبيرة ومعلقتين كبار من الشوكولاتة، وهعجن فيهم لحد ما الكنافة كلها تتشرب من الشوكولاتة ومن العسل. طبعا مش هينفع تعجني بالمعلقة، فهتعجنيها بايدك عشان توصلي المكونات لكل حتة في الكنافة. تقدري تعمليها بشوكولاتة خام وتسيحيها في حمام مية سخنة مع معلقة زيت. هنعجنهم كويس مع بعض لحد ما يتجانسوا كلهم. كده المكونات وصلت للكنافة كلها، ان انتي لما تيجي تمسكيها بتمسك في بعضها. انا بقى شكلتها في ايه، كان عندي العلبة بتاعة البيض ما رميتهاش، غسلتها كويس ونضفتها وعشان اشكل فيها الكنافة. هعمل الكنافة قطع صغيرة على قد القطمة على طول، من غير ما نقعد نقطع بقى ونفرفت ونبهدل الدنيا. وزعت في كل مكان في علبة البيض، وضغطت عليها عشان تمسك في بعضها. الصراحة بتطلع جميلة جدا. وزينتها في الاخر بالشوكولاتة والمكسرات، وشلتها في الفريزر لمدة ساعة. بتطلع بقى من الفريزر سهلة جدا 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 ان انتي تطلعيها، يعني مش هتتفرفت في ايدك مثلا او تبوظ او كده، لا هتطلع بسهولة خالص وتقدميها بتطلع شكلها جميل اكنك شاريها من بره. تقدري تحطي من على وشها مكسرات، زبيب وجوز الهند، اللي انتي عايزاه. او تتاكل لوحدها كده، هي كده كده فيها سكر وفيها شوكولاتة وفيها عسل، لوحدها كده لوحدها بتبقى مقرمشة وجميلة جدا. النص التاني عملته باللوتس، برضو حطيت معلقة كبيرة من العسل ومعلقتين كبار من زبدة اللوتس، وفضلت اعجن فيهم لحد ما المكونات كلها تجانست مع بعض. سهلة وجميلة وتبقى حلوة قوي في العزومات، تطلع شكلها شيك. لو جربتيها تعجبك جدا.
برضو شكلتها في بقية العلبة بتاعة البيض برضو، وحطيت على وشها لوتس ومكسرات. واللي اتبقى منها عملته في علب دواير كده، كانت بتاعة السلايم بتاعة الولاد، غسلتها وشكلتها على دواير شبه الكوكيز، وزينتها من على الوش برضو باللوتس وبالنوتيلا، وحطيتها في الفريزر. بعد ما عدى الوقت سبتها ساعة، ساعة ونص يعني عادي، ما بتتماسك بسرعة الوقت اللي انت عايزاه. وطلعيها بقى وقدميها. لو عندك الورق بتاع الشوكولاتة اللي زي بتاع الكب كيك بس الصغير، حطيها فيها هتخليها شكلها جميلة، بس هو الصراحة مش عندي. من كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم وعلينا يا رب. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك واشتراك لقناتي عشان يوصلك كل جديد.